لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. حذرت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات من المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية وإشكالية ديمومتها. وقالت العدوي خلال الجلسة المشتركة لمجلس البرلمان المخصصة لتقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أول أمس الثلاثاء: إن أنظمة التقاعد الأساسية ما زالت تتخبط في اختلالات عديدة يزداد تفاقمها يوما بعد يوم. وأشارت العدوي إلى أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد وصل سنة 2022 إلى ما يناهز 5.12 ملايير درهم، مسجلة تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم، بانخفاض يقدر ب 10.7 ملايير درهم بالمقارنة مع العام 2019. مضيفة أن العجز التقني بالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يقارب 3.95 ملايير درهم نهاية سنة 2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين سواء سنة 2016 أو 2021. وقالت العدوي إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف بدوره وضعية مختلة، مؤكدة أن وضعية هذا الأخير تبقى أفضل من تلك الخاصة بالصندوق المغربي للتعاقد، مشيرة إلى أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ قرابة 400 مليون درهم، مؤكدة أن الصناديق الثلاثة تعاني من تراجع في احتياطاتها على المدى القريب، مبرزة أن هناك مخاطر كبرى على ديمومة المنظومة على المدى الطويل وعلى توازنات المالية العامة، ممن يستدعي الإسراع بحزم ومسؤولية لمواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، سيما في أفق توسيع الانخراط سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.